تقول لي يا مستر، هو ليه حضرتك ما اديتنيش الالف والباء والتاء والثاء بدون حركه؟ يعني ليه مش اخدنا كده يعني؟ هقول لكم يا حبايب قلبي. دلوقتي اول ما هنبدا ناخد كلمات، والكلمه هي عباره عن حرفين فاكثر، مش هتسمع تاني اسم الحرف، فالمسميات مش مهمه بالنسبه لي. انا ليه اضيع وقت فيها؟ انا ادخل على طول على اسم او صوت الحرف مع الحركه. تمام؟ لان ده اللي انا هستخدمه بعد كده. جميل. طيب النهارده ان شاء الله في محطتنا رقم 3 هنعرف اشكال الحروف في اول ووسط واخر الكلمه مع حركه الفتح. طيب تعالوا نفتكر مع بعض اغنيه الحركات القصيره، وقلت لكم الفيديو اللي فات الاغنيه دي مهمه جدا، هتساعدني على قراءه الكلمات التي تحتوي على حركات قصيره بكل سهوله